ولكن قبل لا نتكلم على هذه النقاط لابد نسولكم واحد السؤال ونجاوب عليه في نفس الوقت، هو لماذا حنا درنا هذا العرس بهذه الشاكله؟ يعني مولفين الناس العراسات تقول لك هما فيهم الفرح وما خص الانسان يقرا القران في العرس. كيقولوا بعض الناس هذا الكلام. كنقول لهم اولا شكون اللي قال لكم بان القران خاص بالجنائز وبالاموات؟ الا كتقصدوا شي قران اخر. اما القران العظيم هو فرح وبه يفرح المؤمن. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بل المؤمن يقرأ القرآن عند فرحه وعند سروره. وإلا قرأت القرآن في عرسك حضرته الملائكة، ولا ما قرأتش فيه القرآن ودرتي فيه هذاك الشيء الآخر وسهرتي عباد الله، وشحال من واحد سكر عندك وشحال من واحد فسق عندك وشحال من واحد فجر عندك وانت السبب. يعني كتقول يا سيدي حنا ما درنا والو، فرحانين واخا ما درتي والو الله يعمرها دار. هذوك اللي جبتي تيغنيو ليك كيصليو ما تلقاش فيهم شي واحد تيصلي الا من رحم الله. واحد. اثنين، هذوك اللي جبتي تيغنيو عندك والناس اللي عرضت عليهم كاملين شكون تيديروا عندك؟ تيصليو عندك. ياك سكروا، كاين اللي سكر وانت السبب وعندك الاثم هذاك الشيء اللي درتي، لانك اقمت مائده يدار عليها الخمر واقمت هذا المجلس على خمر وعلى معصيه. وغادي يوقع، غادي يسطحوا النساء وغادي تخلطوا بالرجال وغادي تصوروا بالتليفونات وربما ينتشروا في هواتف وغادي تسهر الناس، وغادي ربما بعض الناس كيسهر حتى الناس الذين يصلون صلاة الفجر، هم في صلاة الفجر هو قاعد تيغني حداهم وتيضرب، لا يستحي حتى من الله ولا من عباد الله ولا من المصلين. كل شيء هادشي جمعوا انت كله عندك ذنوب ومعاصي ظلمات بعضها فوق بعض. ثم في الاخير انت اصلا جيب المغنيين والقينات والراقصات، وهذا حرام في دين الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واخبر انه من علامات الساعه ان تتخذ القيان. القيان او القينات هي المغنيات الراقصات. والله تبارك وتعالى قال في القران افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. قال عكرمه هي لغه يمانيه معناها سامدون يعني ترقصون وتغنون. والله تبارك وتعالى قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. ولهو الحديث كما قال عبد الله بن مسعود هو الغناء. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحرير للرجال يعني والخمر والمعازف، المعازف لوطارات. هذه كلها أدلة وغيرها من النصوص تدل على تحريم الغناء.